السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد من فيديوهات بصمة من بيتي. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير ومهنيين وبصحة جيدة. فيديو جديد على القناة كله تشويق. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كالعادة والعوايد روتيننا يكون متنوع، فيه بزاف حوايج، فيه طبخ وفيه طبيعة وفيه تدابير. أول مرة راح نخوض تجربة الطبخ في الليل برا في البرد حنطيب لأول مرة طاجين الزيتون على الجمر على النار برا في الهواء الطلق. راح نشارك معكم هذه التجربة. طبخة ولا أروع، متعة ولا أروع. كما تعرفوا الحياة أوقات هكذا، الواحد يحاول يستغل أوقاته ويتفكر غير هذه اللحظات الجميلة اللي عاشها في حياته، تجارب يحبها ويستمتع بها، يتفكروها الأولاد، العائلة كامل تتفكر هذه اللحظات. فرصة أننا كي نتلموا نعيشوا أجواء يقعدوا دايما صغار يحكيوا عليها. كي يكبروا في العائلات دايما نتفكروا بيت الأمهات تاوعنا واش كانوا يطبخوا، أجدادنا واش كانوا يطبخوا. المهم الإنسان يحاول يعيش اللحظة تاعو لحظة بلحظة، هو اللي يخلق الأجواء المريحة اللي تكون ذكريات للجيل الجاي إن شاء الله، لولادنا إن شاء الله. هكا يتفكرونا بلحظات عشناهم مع بعضان. كما قلت لكم خذت أنا في هذا السن تاعي أول مرة نطبخ على النار، وثاني الميزة أنها تكون في الليل يعني ماشي في النهار. فيديو تاعنا لنهار اليوم فصل جديد اللي هو فصل الربيع. كما راكم تشوفوا الحشيش الله يبارك، كي طول الشمس ثمثم الحشيش يخرج مع المطر. راكم تعرفوا الحشيش واحد السماء صافية والجو نقي والهواء نقي، وش حنقول لكم، واحد الهواء، واحد الانتعاش هكذا تحسي به. روعة روعة روعة. المهم مازالني في جمع الزيتون ورانا تقريبا دوقة دوقة بشوي بشوي إن شاء الله نخلصوه. بصحتهم اللي عصروه وتناو ولقطوه، وإحنا رانا مازلنا مع جمع الزيتون. راح هذه الشجرة اللي راهي توالنا، كاينة شجرة كبيرة راح نلقطوا لها كامل في البداية هذاك الحب تاع الزيتون اللي يطيح. كما تعرفوا المطر والريح يطيح الحبة تاع الزيتون، وهذيك الحبة تاع الزيتون القديمة ما تتلمش ونلمو غير جديدة. هنا قبل ما نتم معاكم قريت في تعليق يعني الأخت تقصيني على البلوط كيفاش نطيبوه في الفرن. انا البلاط تاعي نديرو هكا في الفرن. تعرفوا كيما المايس راهو يطرطق، بالك يطرطق عليكم، تقدروا ديروا له غطاء ولا تقدروا طيبوه في الطاجين، سواء الطاجين تاع الحديد ولا الطاجين تاع الطين. طيبوه في الطاجين فوق الغاز وغطيوه برك، لانه راهو يطرطق كي المايس. كي يطرطق تطرطق لك الحبه الاولى معناتها راهو طايب. سقساتني قالت لي انا نطيبه في الماء ويعني المدة اللي يطيب فيها فوق الفرن، كي تبدا تطرطق لك الحبة الأولى معناتها البلوط تاعك راهو طايب، وبصحتك تقدري طيبيه كيما قلت في الطاجين ولا في الفرن كيف كيف. قبل ما نصبوا الشبكة كما تعرفوا النار تاع اللي لقط الزيتون دايما يشعلوا النار باش يخلقوا واحد الدفا واحد الاجواء راهي روعه. لازم هنايا تشمي ريحه النار ونشعلوا النار.
شتو هذوك الأغصان اللي حرقناهم. كي نخلصوا من الشجرة نحيو لها كامل الزيتون، يجي التقليم تاع الشجرة، نحيو كامل الأغصان الزايدة هكا باش الشجرة العام الجاي تزيد تمد لنا زيتون. وتانيك باش ما تضليش يجيك عمل متعب، يجي تعاودي تولي تقلمي الأشجار كامل ضربة واحدة، يجي عمل متعب. المهم كل ما نخلصوا شجرة راهي تتقلم وراهم الأغصان تاعها يتحرقوا هكذا، باش الحقل تاعكم ولا يقعد نظيف ونقي والشجرة تتهوى ويتنحاولها كامل هذوك الأغصان زايدين. المهم قبل ما نطلع نكون دايما الدار نقية، المواعين مغسولين، كل شيء نظيف، لأنه راح مع العشية تعب وما تقدريش تقضي شغلك كامل مع العشية. هذاك هو مع العشاء، هذاك هو ما تقدريش يعني ديري كامل شغل واحد اخر. المهم نخلي الدار نقية ونظيفها ونديره بروغرامي واش راح ندير للعشاء. طلعت معايا الكوتي تاعي كيما قلت لكم، شويه تشينا شويه تمار شويه كسرة، هكا الواحد يكاسي الجوع تاعو. غير وقت الصلاة الواحد يصلي ويرجع يتم الزيتون تاعو. المهم هنايا انا راح نبداو قبل في جمع هذوك الحبات. هما اللي يديو شويه الوقت، اللي طايحين في الارض هما اللي يديو شويه الوقت. والحبه المتعفنه ما نخلطوهاش، يعني هذاك الحب جديد كاين هو من البدايه تاعو راهو يطيح يطيح. كاين حبات يتاكسدوا مع الرطوبه هذيك تاع التربه، ولا ما نلموهمش، نلمو غير الحبه الصالحه وحدها في بيدون طريقه تاعنا، ونغسلوا هذوك الحبات اللي لميناهم من الارض وحدهم ونديروهم ينشفوا، بعدها نخلطوهم مع الزيتون تاع الشبكه. لانه الحبات هذوك اللي لموهم في الارض دايما يجيو فيهم شويه اتربه كيما راكم تشوفوا. راح نلمهم هنايا معندة تاع صباح مع التربه، راهو كيما نقولوا يتلموا فيهم شويه تراب. المهم شويه الشبكه راهي تدي وقت، لكنها كي تركبي الشبكه ثم الزيتون تاعك يتلم وحاجه نظيفه وعمل يكون نقي. انا راني نخدم بكل حب كيما نقولوا افيك بليزير باش نروح نقط الزيتون ونجمع الزيتون. اللي يخدم حاجه نحب جامي ولا تجيه صعيبه، دائما يتقنها ويخدمها. هذه هي مع هذه الاجواء، مع هذا الجو، مع هذا لغة الحيوانات. تسمعي العصافير، تسمعي الدجاج، عندهم لغة سبحان الله. كل ما يدير واحد صوت الآخر يرجع له. القطوط عندهم ثاني لغة الحوار والحديث معهم. هكذا حتى خلاص كامل النهار وما ما يكونش ملل ولا. المهم دايره بروغرامي كلشي راهو مرتب ومنظم في افكاري هكذا باش ما نقلقش. راح نوجد معكم طاجين تاع الزيتون هنا في الليل حتى نجويه المغرب. لكن قبل
ما نروحوا نوجدوا طاجين تاع الزيتون. نروحوا للمرحلة الثانية تاع الزيتون اللي خدمته معكم. كاين مشتركات ما فهمونيش، ما عرفتش ليه. هي اسهل طريقه، درت له الملح وراه خليته لمده 3 ايام، وراح نديرو يستقطر ونستناه حتى كامل يتخلص من المياه. هذاك الملح كامل يخلص حبه تاع الزيتون من الماء اللي فيه والمراره، يتبدل اللون تاعو يولي صالح للاكل. ونغسلو من هذا الملح، نعاود نطرحو وننشرو 3 ايام 4 ايام 5 ايام، نشوف الحبه تاعو واجده تماما ما فيها لا مراره لا والو. ندير له قطيرات تاع زيت الزيتون ونلمو. المهم راني مرحله بمرحله معكم. راني درتو يستقطر هنايا ونخليه منا حتى باذن الله شهر من 20 من الفوق نفيريفيه. هذا ما كان يعني حاجه طريقه سهله وشرح مفصل ومفهوم، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذا الخشين ما خلطتوش مع الحبه رقيقه. لأول مرة شافت الفيديو ما شافتش الطريقة تاع الزيتون كيفاش نشفوه، راهو في الفيديو اللي قبل هذا على القناة برك تلقاوه وتلقاو كل التفاصيل. هنا لحقت علينا المغرب ونروحو نديرو العشاء. اول حاجه هنايا نجيبو الحطاب ونشعلو النار، وجبت كامل المقادير اللي نحتاجهم في الزيتون. هنا راح ندير طاجين زيتون احمر ونديرو حار. يعني كاين مناطق ما يديروش فيه طماطم والفلفل، حنا جهه الشرق نحبو دائما المرق الاحمر في الاكل تاعنا، يعني نحترمو كيما نقولوا مميزات كل منطقة. كاين في الغرب يديروه طاجين هكا يديروا له الكركم يجي اصفر، حنا نديروه بالطماطم. وراح تشوفوا الطريقة تاعي. اول حاجة سبقنا في الحطب اللي باش نديرو شوية جمر، وندير القدرة ثاني تحمى. عندنا هنا حبة طماطم، حبة بصلة، حبيبات زرودية ومارس تاع الدجاج. اول حاجه كما قلت لكم القدره تاع الطين. اول قدره شريتها في البيت تاعي هي هذا القدرة تاع الطين، راهي عندها مدة طويلة. كنت نطيب الشوربة تاع رمضان فيها. المهم نديرها تسخن مليح، لانه الطين هذا الطين تاع صح، ماشي الطين هذا جديد اللي رانا نشريو فيه، مخدومه باليد كما راكم تشوفوا. حافظت عليها قد ما قدرت. هنا راح ندير بلاصه باش ندير فيها طابله، نقدر باش تجيني الارض مستويه هكا، باش نقدر نحط المقادير قدام البرمه ما بيتسخن لي البرمه. وحنا باللهجه تاعنا نقولوا برمه ماشي قدره. كاين نقولها قدره، بالك ما فهمتونيش. هنا اول حاجه قطيرات تاع زيت الزيتون نديرهم في البدايه. بعدها راح ندير الفخاذ هذو تاع الدجاج، وبعدها ندير البصله والطماطم. هنايا البصله راهي واضحه، لكن الطماطم ما صورتهاش، ما على باليش ما صورتهاش، راح لي المقطع تاع الطماطم. المهم لي زيبيس هنايا ديروا قرفه فلفل الكحل. انا ما عنديش القرفه، درت التوابل برك المشكله مع الفلفل هذاك الحار، ودرت ثاني زروديه، ودرت الفلفل الكحل. الملح مانيش راح نديرو في البدايه، نخليه حتى الاخر. وريقات تاع رند، واكيد ثوم ثاني نديروه، انا راح نديروه فيما بعد. ندير هنايا الفلفل الكحل ونخليها تتقلى شويه، نستناوها لانه كما قلت لكم الطين راهو صعيب باش يحمى، ولكن كي يحمى راهو يشد سخانه بزاف. وهنا بلا ما نساو الفلفل الاحمر، قلت لكم راح نديرها اليوم باذن الله حاره وحمراء. نخليو هذو المقادير كامل يتقلاو مع بعضهم. رحت في البدايه سخنت الماء هكا باش ما نطولش، يعني ما تديليش مده طويله وما نمرقش بالماء البارد. ثوم، جبت الثوم هنايا ترابي سنينات تاع ثوم. انا من النار ما ربيت ما والو، لحتهم نقيتهم ولحتهم مباشره هكذاك.
لأنهم رايحين يذوبوا. شوية الحطب هنا كان شوية كيما نقولوا مشمخ، من ذاك نديروا شوية مازوت هكا من تحته باش ما تطفاش النار. وكي تحكم خلاص دير هذاك في الحطب خلاص، يعني من نوليو ما نحتاجوش المازوت، نخليوها هكا تسخن وبعدها نضيف الماء اللي سخنته. ما نديروش كمية كبيرة، راهو يعني ما النار راهي كيما يقولوا ما يتبخرش فيها بزاف الماء. نحرك ونسكر عليها ونخليها تطيب على غرضها. هنا راح ندخل ونخليها تطيب من المغرب حتى للعشاء باش نعاود نرجع ليها. هنا نرجع برك لانه مازال راح نجيب الباقه العطريه اللي فيها شويه كرافس وشويه دبشه، وراح نجيب تاني الملح باش نملحوها ونلوح الزيتون. نستنى فيها تغلي ونديرو كيما قلت لكم الباقه العطريه اللي هي الدبشه وشويه كرافس. هكذا نستمتع انا وياكم بهذا المناظر اللي ماشي كل يوم نشوفهم ولا نديروهم. كيما قلت لكم كأول تجربه ليا هي الطبخ في الليل وفي
في برا طاجين الزيتون نخليوه حتى يتجمر مليح مليح مليح، ونحيو القدرة تاعنا بلا ما ننساو الملح. نديروه في النهاية لأنه الزيتون فيه الملح، والدجاج تاني راهو ملحته في البداية. هكذا نسكر عليها ونروح نوجد طاولة التقديم السهلة البسيطة. رانا كامل متشوقين نذوقو أول طاجين الزيتون على النار. المهم خرج واحد طاجين الزيتون هايل والله حبة ما قعدت فيه. سقيت لهم كامل، استنيتو شوية برد لأنه القدرة تاع الطين راهي تحكم بزاف بزاف سخانة. إلا مطفي لها على الغاز ولا على النار راهي تقعد تغلي كما راكم تشوفوا، راهي تجمرات ما قعدتش فيها بزاف. هالمرقه شهيتكم كامل في الجنة اللي سخفت، نتمنى تسمح لي. المهم هذه الاجواء ماشي تاع كل يوم، تاع مناسبات، تاع عطل. هنا بلا ما ننسى المشروب العشبي تاعي، راني دائما نوجدو مادامني راني هنا، راني نوجدو فري هكا جديد. نوجدو دائما بعد العشاء في السهرة، دائما ندير كاس من هذا المشروب العشبي اللي شاركته معكم في الفيديو اللي فات تاع الميرامية واكليل الجبل والخزامة. هذا ما كان الفيديو تاعنا لنهار اليوم. نشكركم بزاف بزاف اللي قعدتوا على الاخر تاع الفيديو لانه شويه الفيديو طويل. ونشكركم بزاف بزاف على التعاليق تاعكم اللي راكم تخليوهم في لي كومونتير. نتمنى من القناة انها تطلع لانه مع التعب مع التصوير. المهم تلقاو في فيديوهات مقبلة ان شاء الله. ما تنسونيش بالدعم تاعكم لانه الدعم هو اللي يطلع القناة باش نتشجع وندير لكم فيديوهات ان شاء الله جدد. اذا عجبوكم هذا النوع من الفيديوهات خصوصا طياب في برا وهكا قولوا لي هكا باش نتحمس نزيد نشارك معكم فيديوهات كما نقولوا حنايا استثنائية في الطبيعة يعني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.